عايزكم تخلصوا الشغل ده بسرعه وباي طريقه، وعايز اعرف اي شريحه بتاثر عليه الدواء ده في المجتمع. مش شايف ان ده كتير يا مستر شريف؟ بقول لك ايه يا مصطفى، خلص الشغل اللي في ايدك وكفايه البوظان اللي انت عامله في الحضور والاشراف. اقسم بالله اقسم بالله كمان مره انا اكتر واحد ملتزم في الشركه دي، اسال جان والله العظيم. رد عليه انت بقى يا ست جان. لا فعلا مصطفى مثال للالتزام والاحترام، عمره ما جه في ميعاده. ايه يا جان في ايه؟ باسم الصليب يا حته، انا مصطفى في ايه؟ لا انا قصدي ان عمرك ما جيت في ميعادك متاخر، طول عمرك اون تايم. ايوه ايه لازمه التقطيع دي؟ ما تقولي مره لا واحده. خالص. بقول لكم ايه؟ ايه؟ يلا قوموا بقى خلصوا الشغل اللي في ايديكم، يلا بسرعه. من بكره احنا اشتغلنا النهارده. أكيد. اشتغلنا امبارح. لما اشوف ده ما تجيب اجازه. الو، يا مستر شريف. انا بره، اطلعي لي، عايزك في حاجه. في حاجه؟ ايوه. طيب اوكي، انا بلم حاجتي، انا كده كده طبعا. اوكي. باي باي. ايه خير؟ خير. عن اذنك. ماشي يا مستر. ما تخليك قاعد معايا انت. لا ليه؟ يلا انا هناخد. انت عايزه في حاجه؟ يلا ودي ايه ده؟ العلبه زي ماشي. السلام عليكم. بالراحه. حاضر يا حبيبي. سلام مستر شريف. صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ ازيك؟ ايه ده؟ افتحيه. دي علشاني انا؟ انا علشان ايه المناسبه؟ عادي، اعتبريها ديت خطوبتنا. ميرسي يا عماد، بجد ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك ليا انت كمان. لا بس برافو، كمان اللون اللي انا بحبه. انا لقيت حل عظيم لموضوع الشقه. هايل. كلمت طنط؟ لا، انت عارفه ان شقتنا مصر الجديده كبيره، لو خدنا منها اكستنشن هتبقى عباره عن اوضتين وصاله ومطبخ وحمام. بقت شقه مستقله وفي نفس الوقت ماما قاعده معانا. بجد؟ انت عارف يعني ايه مستقله؟ مستقله يعني ابقى لوحدي، انا مش هقعد مع حد. ومين قال لك ان احنا هنقعد مع حد؟ بقول لك شقه مستقله يعني ليها باب لوحدها. انا هقعد لوحدي يعني هقعد لوحدي. مامتك بقى تروح البيت، تروح التجمع، تبيع شقتها، تتصرف، انا ماليش فيه. وانا مش هقدر اقول لها اطلعي من الشقه او هقدر اقول لها الكلام ده اصلا. هو انت فاكر علشان انت جبت لي الموبايل هديه فانت هتضحك عليا وانا هقول لك اوكي انا موافقه؟ ده انت ساذج قوي. جان احترمي نفسك. احترم انت نفسك، ولما تلاقي حل للموضوع ده تبقى تكلمني في التليفون ده بعد اذن ماما طبعا. ميرسي قوي على التليفون. ممكن اقعد معاك؟ طبعا اتفضلي. طب ممكن اسالك سؤال؟ انا بدل سمحتلك تقعدي معايا يبقى مسموح لك تسالي اي حاجه. اتفضلي. هو حضرتك ليه كده؟ كده ازاي؟ مش عارفه، يعني في حاجه نفسك تقولها او نفسي اعرفها. المهم في حاجه مش فاهماها وعايزه افهمها. خلاص جمعت. هو حضرتك ليه فيك حزن خفي؟ يمكن عشان عايش لوحدي. وحضرتك متجوز؟ كنت متجوز، الله يرحمه، الله يرحمها. بس عندي اولاد هما فين؟ عايشين بره مش عايزين يرجعوا. ليه؟ عايشين بره، واحد متجوز والتاني مبسوط وحابب الحياه هناك هناك فين؟ في امريكا. طب ما ده مستقبلهم برضو، من حقهم انهم يختاروا. دي ايه الانانيه دي؟ وابوهم اللي ضحى بحياته كلها عشان خاطرها. انا ضيعت فرص كتير قوي عشانها. طب ما تروح تقعد معاهم هناك. انا بحب العيشه هنا وكاره العيشه هناك. انا قلت لهم يعني اللي فاضل في حياتي قد ايه، ما تيجوا تعيشوا معايا هنا وبعدين يبقوا يعملوا اللي هم عايزينه. بعد الشر عليك. عارفه، اكتر قضيه خسرانه في حياتي هي الاولاد. ساعات بفكر ان انا لو ما كنتش خلفت كان زماني دلوقتي قاعد مبسوط، ولا وحشني ولا نفسي اسمع صوتهم. ايه القرف ده؟ ازاي واحد متجوز يعمل كده؟
ايه شغل المراهقين ده؟ ليه كده؟ خلاص. والهانم بقى اللي جابت اللابتوب وجت ما قالتلكوش انا بعمل كده ليه؟ نعم يا حبيبي. بس بس ايه؟ ما تقولش بس بقى. الهانم منع نفسها عني بقى لها فتره. انت كذاب على فكره، عشان الكلام اللي في الرسائل ده من بدري. انا مش كداب يا امال، حتى واحنا مع بعض طول الوقت خناق ونكد وقرف. ايه؟ انا بشر على فكره. انا غلطت، بس هي كمان غلطانه. يمسح الاكونت ده دلوقتي يا عم. ماشي همسحه. امسحه يا امجد، وهو مش هيعمل حاجه تاني. بس لينا حساب في البيت يا امجد، وما تبقيش تزعلي بقى لما اجيبهولك مطرود. شفتي بقى طريقتها؟ ملوش لزوم الكلام ده. انا نفسي بس ما يصعبش عليكي، اصل انت دايما شايفاه مظلوم. اسعدي جوزك في بيته، عمره ما هيعمل حاجه تزعلك. يعني برضه طلعتيني انا اللي غلطانه. طول الوقت كده صوت عالي وقرف. انا مش بقول ان انت اللي غلطانه، انتوا الاتنين غلطانين. ايه يا اخي؟ انت ناسي ان عندك ابن؟ قرفتني يا اخي. تعرفي انك بتفكريني بنفسي اول مره خرجت مع واحده ست غير مراتي. انا كنت قاعد زيك كده بالظبط، لاني كنت فاكر ان انا بعمل حاجه غلط. بس احنا بنعمل حاجة غلط. ليه بتقولي كده؟ انتي ممكن تقابلي اي راجل في اي وقت في شغلك، ايه الغلط في كده؟ بس احنا ما بنتكلمش في شغل، ولو كان في بينا شغل كان المفروض نقعد نتكلم في المكتب. هديل، السؤال المهم هو انا عايز منك ايه اصلا؟ انا قلت لك قبل كده ان انا بحب مراتي، وانتي بنفسك قلتي لي انك بتحبي جوزك، صح؟ صح. شوفي، هو في ناس كتير قوي بيعتقدوا انه ما ينفعش يكون في علاقة صداقة بريئة بين راجل وست متجوزين. أنا شايف إن الكلام ده فيه مغالطة أو فيه تعميم. يعني أنا وإنتي مثلا أصدقاء، أنا أقسم لك بالله أنا مش عايز منك أي حاجة غير إن إحنا نتكلم، وعارف كويس جدا إنك متوقعة مني نفس الحكاية، مجرد إن إحنا نتكلم. ايوه، بس انا اللي مضايقني لاني امبارح كنت في حضن سيف، والنهارده مع راجل تاني. انتي ليه شايفاها كده؟ قولي لي هديل، هو انتي بتتفرجي على مسلسلات تركي كتير في التلفزيون؟ جامد. بس انا فعلا عمري ما خبيت عنه حاجه. انا شايف انك بتبالغي شويه او اوفر يعني. ليه؟ لانه من خبرتي في الجواز مثلا احيان كتير بنحتاج ان احنا نخبي حاجات عن بعض. بس انا عمري ما خبيت حاجه عن سيف، وبعدين ما ينفعش اتعمم في حاجه زي دي. فعلا عندك حق، بس تفتكري هو سيف او مراتي ممكن يستوعبوا الصداقه اللي بينا دي اصلا؟ لا طبعا، اذا كنت انا اصلا مش مستوعباها. انت ليه بتقول اصلا كتير؟ تعرفي انك اول حد في الدنيا يقول لي ان انا بستعمل الكلمه دي كتير. انا فعلا بستعملها كتير جدا اصلا بقى. اصلا. هديل، بجد عندي سؤال مهم وعايز الاجابه من قلبك، يعني بصراحه، انتي من الناس اللي بيعتقدوا انه ينفع يكون في علاقه صداقه بريئه بين راجل وست متجوزين، ولا من الناس اللي بيقولوا عكس كده؟ بصراحه انا لا اعتقد. انا لا اعتقد انه سليم. ايه اللي بيخليكي تقولي كده يعني؟ ما بتحتاجيش تقعدي تتكلمي مع حد وتدردشي معاه زي ما احنا بنقعد نتكلم وندردش مع بعض؟ عندي صحاب كتير ممكن يسمعوني، لكن عارف، كلام الست للست يفرق كتير عن كلام الست للراجل، حتى لو كنا بنقول نفس الكلام. صحيح. ما جربتيش قبل كده انك تتكلمي مع صحباتك عن الصداقه اللي بينا؟ حكيت لهم، بس يعني مش كل حاجة، لأن هو فيهم يستوعب وفيهم ما يستوعبش. فاهمك. مش عارف يعني.
بس حكيت لهم اصلا. فعلا؟ اصلا. شقية انت، انا عارفك. اتفضلي. مبروك علينا يا قمر. كده تمام. هو ايه اللي تمام؟ تمام يا محسن، مبروك يا حبيبي اتجوزت. انا اتجوزت صح. طيب انا هستأذنكم بقى، هاخد القمر كده وادخل احتفل بالعرس الجميل ده. وانا همشي. لا تمشي إيه؟ انت بتهزر؟ انا عايزه تقعد معاك شويه. الله يخرب بيتك، انت قلت لها ايه؟ ما قلتلهاش حاجه، بس هي البنت شكلها عايزه تقعد وتتكلم معاك شويه. محسن ما تلبسنيش في الحيط. يا عم حته ايه بس، عيش وتعايش. يلا بينا يا قمر. انت قريبة نور؟ بنت خالتها. وايه رأيك في ايه؟ في جواز نور؟ الجواز سترة. بس ده جواز عرفي. برضه سترة. جواز عرفي ازاي سترة وهو ما فيهوش لا حياة ولا بيت، مجرد اتنين بيناموا مع بعض؟ انا اسف يعني ان انا بتكلم بصراحة كده. لا ما تعتذرش. انا ونور من 5 سنين اتجوزنا بنفس الطريقة دي، وفي نفس الشهر تقريبا، واتطلقنا ورا بعض برضه، لاني ما عندناش فلوس، ولاني ملناش اهالي اغنياء زيكم، فكان قدامي سكة من اتنين. الاولى اني امشي في طريق اللي انت عارفه، اني ابيع كل يوم نفسي لواحد شكل، واخرتها لا اما حبس لا اما ضياع وخسارة كبيرة. السكة التانية اللي انت شفتها دلوقتي قدامك، اللي نور عملته، اني اتجوز عرفي ومرتب شهري يعيشني مرتاحة، راجل يعني بيصرف عليا، ويبقى قدام ربنا مش بعمل حاجة حرام، وهو بينبسط وانا برضو بنبسط. فهمت. طب ايه، ما تفكر وتنجز بقى. انت لما بتقفي قدام المراية ما بتكسفيش من نفسك؟ انا واللي زي ما عندهمش مراية لكشف العيوب، اللي زينا مرايتهم اتكسرت من زمان زي ما احنا اتكسرنا. بقولك ايه، ما تفكك من جو الدراما اللي انت معيشني فيه ده وتلف لنا سجارتين احسن. احسن فعلا. يلا بقى يا بنات، انا تعبت. يا سارة، هديل، يلا بقى اتفضلوا. بصي يا ستي، هنقي حجر تاني علشان ممكن يتلبس على كذا بالراحه حاجة. بالراحه. انا لسه ما اسمعك قلتش حاجه. بتتكلمي بسرعه، قولي. طب ممكن تركزي معايا؟ اوكي. هنقي الحجر ده علشان يبقى اكبر شويه، عشان ما يبقاش كله يبقى فيه سيمتريه، هيبقى دمه تقيل. لا انا مش فاهمه انت قصدك ايه بالظبط. ايه الغباوه دي؟ يا جماعة أنا مش طايقة نفسي. أكيد هتتحل يا يوي. حمزة مش ممكن يوافق يقدم البرنامج بالشكل ده. وانت ايه اللي مخليكي متاكده للدرجه دي؟ ما هو مش هيتكلم عن السياسة والحياة في برنامج بيقدموا 2 ستات. وهو انت ما كنتيش عارفه الكلام ده من الاول؟ للأسف كنت عارفة، غلطت. بس مش عارفة في ايه، في حاجة كده كل ما ركبها على بعضها في البرنامج ما بتمشيش. ما تسبقيش الاحداث. لازم تاخدي حجر اكبر وتحطيه في الكليه علشان ما تحسيهوش معوج. ممكن تركزي؟
مركزه صدقيني يا هدين، مركزه اهو. ايه صدقيني دي؟ ايه الجو الكفتسي اللي انت عايشه لي فيه ده؟ جو كفتسي ليه يعني؟ ايه علاقه كلامي باني مسيحيه؟ هو انتوا كده ما بتحبوش تحلفوا؟ طب قولي والله. مش هحلف علشان حرام. شفتي؟ احنا بقى عندنا حلفان حلال. يا ستي خليكي في حلالك وسيبيني انا في حلفاني، انت مالك ومال الله؟ الله مش صاحبتي؟ يعني صاحبتك تدخلي في بقي؟ الله الله ايه الحوار ده انت وهي؟ ما اللي عايزه تحلف تحلف واللي مش عايزه خلاص. المهم ان انتوا تكونوا صادقين، ده الاهم عند ربنا. يا جامد. يا بنتي احنا عندنا في الانجيل منعنا ان احنا نحلف، وبعدين عندنا آية بتقول لا تحلفوا البتة، وبتة يعني بتاتا، يا رب نكون فهمنا. انا بصراحه مع ساره، المهم الواحد يكون صادق في كلامه. انت عارفه ايه مشكلتك يا هدير؟ ايه؟ ان انت متعصبه. انا؟ ايوه متعصبه، وعلى طول حاطه المواضيع دي في دماغك، انا مش فاهمه ليه. انا اللي متعصبه ولا انتوا اللي طريقتكم غريبه؟ احنا اللي طريقتنا غريبه ولا انت اللي متخلفه؟ وعلى طول بتتفرجي على افلام متخلفه زيك. انا؟ ايوه انت من وانت صغيره على طول تشوفي الراجل المسيحي طالع لابس صليب كبير وماسك في ايد خمره والايد التانيه لحم خنزير وشعره منكوش علشان بس يثبت انه مسيحي، صح؟ انا؟ ايوه انت. ده انت بنت زباله. اوعي. انا بجد معاكي يا جان في حكايه الافلام ديت، بس كنت عايزه اقولك على حاجه كده من غير زعل يعني. لا مش هزعل. ليه المسيحيين الكبار في السن يعني بيبانوا ان هم مسيحيين؟ يعني تلاقيهم لابسين نفس اللبس، عاملين نفس التسريحه، بيمشوا بنفس الطريقه، حتى بيتكلموا بنفس الطريقه. يعني تشوفيه كده على طول تقولي ان هو مسيحي. جبت انا حاجه من عندي اهي. لا على فكرة مش في كل الطبقات، في الطبقات العليا مفيش كده ولا في الشباب حتى. يعني هقول لكم حاجه، لو انا عملت كده هتعرفوا انا مسلمه ولا مسيحيه؟ وعظمه زرقاء كمان. كاتك قوه. يخرب بيتك يا دي، على فكره انا قريت قبل كده حاجه عن عظمه زرقاء دي، بس مش فاكره كانت ايه، نسيت. ما تخشي بقى منطقتك. اكيد منطقتي، هشكيكي دلوقتي. عارفين ايام الحاكم بامر الله في الدوله الفاطميه، هو كان شيعي في اول حكمه يعني، بس كان مضطهد المسيحيين جدا، فقرر ان كل المسيحيين وهم ماشيين في الشارع يلبسوا صليب من حديد، معمول من حديد تقريبا، كان كذا رطل يعني، وقعدوا كده شهور كتير جدا لحد ما قرر ان هو يعفو عنه. مطرح بقى ما كانوا لابسين الصليب الكبير ده، الحته دي بقت زرقاء، فسموهم عظمه زرقاء. فهمتي يا متخلفه؟ لا. متخلفه؟ انا متخلفه؟ متخلفه. عمرك سمعتي عن الكلام ده؟ قريتيه في حته؟ لا. تبقي متخلفه ولا ايه؟ صح. اكتر حاجة بحبها فيكي يا جان ان انتي مثقفة وقارية كويس قوي في دينك. الموضوع مش موضوع ان انا مثقفه في دين، انا بحب اقرا التاريخ عموما. يا جامد والله صدقيني. الو. لسه كنت بفكر فيكي، وحشتيني. وانتي كمان يا سو، ايه الاخبار؟ مفيش، العيال عندي، وطبعا كالعاده هديل وجان ماسكين في خناق بعض، واحده تقول والله والتانيه تقول صدقيني. قولي لهم انهم وحشوني قوي. هحطك على السبيكر، يلا خدي كلميهم. وحشتوني قوي يا اندال. ازيك يا هبله؟ شرم حلوه جدا. مال صوتك يا بوبا؟ مفيش. لا 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 لا، مش عايزه نكد، ابوس ايدك. الظاهر يا جماعه انا مغناطيس للنكد، كل ما اروح حته الاقي ورايا. ليه يا بنتي، في ايه اللي حصل؟ لما اجي. طب اوعي يا بت تطلعي حد معاكي الاوضه. فاكره يا بت لما كنت بتعملي كده انت والواد سيف؟ البت دي نكديه، اقفلي السكه في وشها، اقفلي السكه في وشها. باي يا بوبا. يا ساتر أيوة. يا رب. كلمي شريف وخدي ميعاد معاه بكره الصبح. ليه انت قررت ايه؟ اهو بهجت المحامي لسه ماشي دلوقتي وفهمت منه شويه حاجات. طب وانت محتاجني في ايه بكره؟ انت رايح عشان عقدك، انا عقدي ما فيهوش اي شرط جزائي. ممكن تخرسي وتعملي اللي بقولك عليه. خدي ميعاد من شريف وما تتكلميش في اي حاجه في التليفون، فاهمه؟ حاضر. خلاص يا بنات، انا كده اتاكدت انا بكره هسيب البرنامج. طب ولا يهمك، ان شاء الله هتجيلك فرصه احسن منها. اكيد ربنا هيعوضك. ربنا هيعوضك. ايه صدقيني. في ايه؟ ايه القرف ده؟ قرف ايه؟ شفتيني قلت لها اذهبي انت في حمايه الرب. انت عايزه ايه هديل النهارده؟ عايزه ايه؟ هدين معلش ممكن تيجي توصليني؟ لا استني شويه، ما تمشيش دلوقتي. معلش متضايقه شويه، عايزه اقعد لوحدي.
معلش وانا كمان عرفت من البت دي. وانا هخسر البت دي الفتره اللي جايه. في ايه؟ انتوا ليه ضربتوا الليله بسرعه قوي كده؟ يلا يلا انتوا غلسين قوي. ايه النكد ده؟ هاني عامل ايه؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن وانت جاي يعني تقف على اي سوبر ماركت تعمل لنا شويه جروشريز؟ انا مش فاضي يا دينا، انا عندي شغل. وبعدين اطلبي الدليفري. الدليفري قفلوا. خلاص استني للصبح واشتري اللي انت عايزاه. ايوه بس انا جعانه. اوه، اطلبي من اي مطعم يا هديل. ما انت عارفه انا لا بحب اخش السوبر ماركت ولا اشتري من السوبر ماركت. ماشي يا سيف، اقفل يا سيف، انا غلطانه ان انا كلمتك اصلا. اقفل. اه طبعا غلطانه. مدام سارة، اتفضلي. مبروك. انا من رايي انك ما تفسخش العقد، تطلب منهم برنامج جديد لغايه ما تسمع الخريطه. مش حمزة البسيوني اللي يحط نفسه تحت رحمة حد. بس على العموم أنا اللي غلطان اللي سمعت كلام واحدة زيك. أدي آخرة اللي يمشي ورا النسوان. بنت زيك تدبستي التدبيسة دي. ما ترسلك على بر مره ولا بت ولا وليه ولا ايه حكايتك؟ مالكيش طعم، شوية كده وشوية كده. هتعمل إيه؟ اعمل ايه يعني؟ بعد ما نخلص الميتنج مع شريف هروح على مكتبي الم حاجتي وامشي. متعوده على كده خلاص. طب ما أقول لك على حاجة صحيحة، ما تروحي تعملي لي كام أغنية من اللي أنت متعودة عليهم دول. ايه اتعودت تاخدني من الاقسام ولا ايه؟ لا طبعا. هستنى شويه بقى اشوف هعمل ايه. وهتصرفي على نفسك منين يا فلحة؟ ارد عليك بطريقتك وانت مال اهلك. أحسن، شمتان فيكي عشان تترزعي في البيت وتبطلي صياعة. زين خليكي هنا ما تتحركش. ماشي يا باشا. اوعى تعمل حاجه كده ولا كده، كفايه اللي حصل امبارح. اسبريسو. خلاص بقى يا مختار روق يا عم، خلاص مشكله وعدت، وانا شديت هشام ونبهت عليه ان ده ما يتكررش تاني. يا ميخا بقى ماشي خلاص، اسناك تعدي عليا اما تيجي. يلا مع السلامه. واحد من دول يجي لك القناه
مذيع ولا شيف ابوه وامه في البيت ما يعرفوهوش اصلا، يبقى نجم يبدا التنطيط والقرف. حضرتك بتتكلم على مين؟ الشيف مختار حصلت معاه مشكله على الهوا كده وعمل لنا فيها شوشره، بس عادي مشكله وعدت يعني، مش علق المشانق للولاد. حمزه بيه، ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ بخير اشكرك. ايه شرحت لك وجهه نظري؟ الحقيقه انا كنت المفروض الحقيقه ايه وصلت لي وجهه نظرك بالتفصيل، واحنا فضلنا سهرانين على الموضوع نشتغل فيه، ووصلنا لحل يرضيكم كقناه محترمه انا ماضي معاها عقد، في نفس الوقت يخليني اعرف اشتغل كويس وتستفيدوا من وجودي. وايه الحل ده بقى؟ انا جاي لك في الكلام اهو. بص يا سيدي، البرنامج هيفضل اسمه زي ما هو بالظبط، هتضاف له كلمه واحده هقولها لك في اخر كلامي. المهم البرنامج عباره عن 3 فقرات. لا 4 بالانترودكشن. اوكي ما علينا، 4 فقرات. انت عامل التارجت لمين اصلا؟ الستات. كويس. ايه رايك بقى لما نخلي التارجت للستات ويضاف لهم جمهور رجاله؟ وده هيحصل ازاي بقى غير في الفقره بتاعتك؟ هيحصل في حلقه واحده بس، ان انا اكون موجود من اول الحلقه مع فوزيه وجمالات. ماهي يا باشا، ماهي يا حمزه بيه. يا سيدي ماهي جمالات فتكات، المهم ان هم هيتناقشوا في اي قضيه من وجهه نظر الستات، وانا هكون موجود بمثل دور الراجل بس، اتكلم في قضايا قانونيه نفسيه بس، ابقى انا عكس كلامهم يعني، ابقى موجود كراجل في الحلقه. والله يا حمزه بيه بس انا ليا راي، انت تبقى فقرتك يومين بس في الاسبوع. فكره حلوه قوي. شفتي بقى ايه؟ انا مفيش مشكله ملهاش حل. يبقى اسم البرنامج. صحيح، ايه الكلمه اللي عايز تضيفها؟ اسم البرنامج ايه دلوقتي؟ قعده ستات. هتضاف له كلمه واحده، هيبقى حمزه في قعده ستات. برافو برافو يا ايه. ميرسي. انا وافقت. طبعا، مع حضرتك الخير والبركه. ميرسي. برافو يا ايه. انت ايه بالظبط؟ حمزه البسيوني. طب ليه ما قلتليش ان انت هتعمل كده؟ اقعدي ترغي بقى وتقرفيني، المحطه عندكم فيها مشاكل كتير. يعني ايه مشاكل كتير؟ فيها ايه؟ انت مالك؟ انت تشتغلي وانت ساكته. تعرف نفسي ابوسك. احترمي نفسك. اصل الفكره جامده جدا يا حمزه. حمزه؟ سوري، حمزه بيه، حمزه باشا، عم حمزه، حمزه فندي. رخيصه 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 رخيصه. انت طلعت جامد موت. احترمي نفسك واقول لك. انت خدت البرنامج في حته تانية خالص، غيرت شكل البرنامج، حتى اسم البرنامج خليته ليك، يعني انت بقيت البطل. بس انا ازاي تعديني فكره زي دي؟ اصلا انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه صغيره كده، في فرق كبير ما بين طريقه تفكيرك وطريقه تفكيري طبعا. زين يا استاذ. يلا يا ابني. رايح فين؟ امشي. تمشي ايه؟ احنا لازم نفضل قاعدين على الشغل الجديد اللي انت قلته النهارده. هتجنن وانام، ما نمتش. طب خلاص سماح، روح نام وارتاح، وبكره الصبح لازم نشتغل على الشكل الجديد. المهم ان انت تجتمع بيهم وتفهميهم الشكل الجديد، وطبعا مش عايزه فقاقه، حتى انا عارفك نبيهه جدا، تقولي لهم ان انت اللي فكرتي مش حد تاني. يلا يا ابني. ربنا يخليك ليا. لا ميرسي قوي. استاذ. نعم. ممكن اقعد مع الاستاذه ايه هنا من فضلك؟ لا يا زين، ليه؟ لازم تروح مع الاستاذ. لا يا زين خليك، بس ما تاكلش اكل الاستوديو، لو جعت يا حبيبي قول لأبلة آية. حاضر يا استاذ حمزه. هي كريمه موت. باي باي. باي. استاذه. ايوه. انا جعان. بصي دي ودي كمان، ايه رايك؟ بس دي مناخيري فيها كبيره. كبيره ايه يا هبه؟ حرام عليكي، بس انت مش شايفه ولا ايه؟ انت اللي حرام عليكي، بس انت مش شايفه ولا ايه؟ طب بصي والله ما بهرج، انت بس اصبري عليا، هخلي لك الصور دي حاجه تانية خالص. طب هستلمهم منك امتى؟ انا راجعه بكره، يعني اديني 3 ايام كده اظبط فيهم واعمل ريتاتشنج بقى، واخلي الحاجات اللي انت عايزاها تحصل وادهم لك. اوكي. اتفضلي. ايه ده بقى؟ دي الفلوس اللي اتفقنا عليها. طب مش لما اسلمك الصور الاول؟ لا خليهم معاكي، انا ضمناكي. تعالي سكتي. طيب هاخد نصهم طيب وبعد كده؟ لا لا. طب نعدهم بقى ما دام الحوار كده، يعني مش انا بهزر. مش عارفه ازاي مش عاجبينك الصور دي. انت متجوزه؟ ايهاب. تحبيه؟ بموت فيه بصراحه، وهو كمان، بس انا مش عارفه ليه هو بيحبني قوي كده. بيشتغل ايه؟
عنده محل ورد صغنون في الزمالك وبيعمل ديكوريشنز لافراح وكده. انا عايزه اقولك اصلا ان احنا اتقابلنا في فرح من الافراح دي، انا كنت الفوتوغرافر طبعا وهو كان عامل الديكوريشنز بتاعت الافراح، واتقابلنا وهو حبني واتجوزنا. انا كمان عندي مشاتل ورد، اصلا انا بحب الورد قوي. لا هو مش عنده مشاتل، هو عنده محل صغنون كده، بس في حاجه مميزه ان هو في لغه بينه كده وبين الورد محدش فاهمها غيره. هو مجنون شويه بس انا بحبه. وانتي بقى؟ انا برضو عندي لغه الورود. انا مش قصدي كده يا هبه، انا قصدي انتي بتحبي حد، اتجوزتي، ارتبطتي، في حد في حياتك، الحاجات دي يعني. انا شكلي قلت حاجه ما ينفعش اقولها وهسكت خالص، انا اسفه جدا يعني. لا خالص، بس انا ولا اتجوزت ولا مخطوبه ولا بحب. ليه كده؟ لا انت كده تعديتي حدودك. انا بس بسال عشان عايزه اطمن عليكي يعني، مش اكتر. هزر معاكي، لسه ما جاش النصيب ولسه ما قابلتش الشخص المناسب. هتلاقيه اكيد. دي متفائله جدا. هتلاقيه، اسمعي الكلام. صباح الخير. صباح الفل، ازيك يا استاذ كمال؟ ازيك عامله الحمد ايه؟ لله كويسه. كله تمام؟ علياء صديقتي. طبعا البنت اللي بتصور المعرض بشوفها في كل المعارض. طيب ودي حاجه حلوه بقى ولا وحشه؟ بدل بتشتغلي تبقى حاجه حلوه طبعا. طبعا. شكلكم بتتكلموا في حاجه مهمه، استاذن. لا خالص، خليك قاعد معانا لا بليز. عشان عايز احجز التذكره بتاعه الرجوع. انت راجع ازاي؟ طبعا بالطيران، انا ما اقدرش اقعد 6 ساعات في الاتوبيس. الحقيقه انا جيت بالطياره بس عايزه اروح اتوبيس عشان اتاخرت قوي في المطار 3 ساعات. لا انا هحجز لك معايا، انا بتعامل مع شركه طيران كويسه قوي ومواعيدهم مظبوطه. بس كده هتعبك معايا. مفيش تعب ولا حاجه. طب ممكن ادفع ثمنها دلوقتي؟ مش لما ابقى احجز الاول؟ ماشي اوكي. هشوفك في المعرض الجاي. اكيد ان شاء الله. باي باي. باي باي. هبه، ايه التذكره دي امتى بتاعت الباص؟ بكره الساعه 8 بالليل. ليه؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بنتي. شكلك مش مبسوطه ليه؟ لا عادي مفيش. هو انت يا تيجي وتخلينا نتخانق انا وامك وتسيبينا وتمشي، يا تيجي وبرضه تخلينا نقلق عليكي وتسيبينا وتمشي؟ مالك؟ هو انتوا بتقلقوا عليا يا بابا؟ طبعا مش معنى ان انا سايبك تتصرفي براحتك اني ما اقلقش. انا خليتك مسؤولة عن نفسك، لكن برضه احيانا بقلق عليكي من المسؤولية دي. انت طلعتني كده ليه؟ عشان انا كده اتربيت كده، اتعلمت اكون حر في قراراتي من غير ما اغضب ربنا. وانت قريب لربنا؟ انت اول مرة تسأليني السؤال ده يا سارة. لا عادي، عشان بشوفك ما بتصليش وبتشرب، بتصوم رمضان بالعافية عشان السجاير. انت مركزة قوي معايا يا سارة. طب كويس، طالما عرفتي السيئات اللي فيا يا ريت تعملي العكس، ولا انت بس تنقدي؟ لا هو اكيد الحوار ده مش هيخليك تفهمني غلط. وافهمي غلط ليه؟ اكيد في حاجات سيئة انت شايفاها فيا. ما تزعلش مني. وازعل ليه؟ ده اللي انت شايفاه، بس انت دخلتي قلبي. تعرفي علاقتي بربنا؟ انت عارفة قد ايه انا جاهدت عشان ابطل كل حاجة ممكن تغضبه؟ انا شخصيتي فيها حاجات كتيرة مش كويسة، لكن بدعي ربنا انه يخلصني من كل حاجة وحشة. اكيد انا ما كنتش اقصد كل ده. بالعكس، انا عايزك تقصدي. ربنا سبحانه وتعالى رحمته سابقة غضبه، كريم، والكريم اذا قدر عفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ولا تقنطوا معناها لا تيأسوا من رحمته. أنا كنت بشرب كل يوم، بس دلوقتي مرة في الأسبوع، وإن شاء الله هبطلها. أنا كل يوم قبل ما أنام بدعي ربنا إنه ما ياخدنيش وأنا لسه مقصر. بعد الشر عليك يا بابا. بعد الشر ليه؟ دي حاجة لازم تحصل.
التغيير مش ضروري يكون مرة واحدة، ممكن يكون بالتدريج. بس انت وحظك بقى. على فكرة يا سارة، أنا بقيت أصلي. انت عارفة الحاجة الوحيدة اللي زعلتني في كلامك هي إيه؟ ايه يا بابا؟ لأنك بتحكمي عليا باللي انت شايفاه من بره، كأنك مش عارفاني، مع إني أنا عمري ما حكمت عليكي برضه باللي أنا شايفه من بره، لأني ضامنك. تحكم عليا ازاي يعني؟ مثلا يعني أصحابك اللي بيجوا يسهروا طول الليل، ولاد وبنات. انت فاكرة إن أنا مش عارف؟ اكيد عارف. بس أنا واثق فيكي. أنا متأكد إنك مش هتستعملي حريتك دي للغلط. أنا فاهمك ولازم تفهمي أبوكي. أنا ربنا مديني الفرصة إني أتوب لحد دلوقتي بحكم سني الكبير، لكن أنتي لسه صغيرة، ما تقعيش في الغلط اللي أنا وقعت فيه. اعملي كده أسهل لك. اكيد يا بابا. بونجور يا حبيبتي. بونجور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كويس ان انت جيتي. على فكره طنشاهي بنتها خلفت، اعملي حسابك نروح نبارك لها. خد بالك يا حبيبتي، نفسي تجيبي بيبي صغنون كده نفضل نلعب بيه. كله بوقته، صح؟